صباح الفل، مساء الفل على حسب ما انت بتشوفنا. ممكن اطلع عليك التحيه دي بره مصر جوه مصر. طبعا بعد ما احنا ورينا لكم الفيديو بتاع التسبيح وورينا لكم التركيبه اللي نزلناها، التركيبه اللي بتعملها ازاي، وعلى الزغاليل ما تخافش على الزغاليل، ووريك بعينيك تمام عندي وعند الراجل هنا في المزرعه بتاعته. طيب الحمام كله كده اخذ الدش بتاعه. حلو الكلام. الميه اللي زادت رشيتها هنا تمام عشان خاطر برضه الارضيه حتى لو في سوسه في اي حاجه تدي عليها. تمام. طبعا هنا نخش بقى على الراجل ده كان يقول لك انا عندي حمام بس انت حمام صغير وانت حد ضعيف، عندي الحمام مثلا مش شغال كويس حتى في عز البرد اللي هو الموسم بتاعه مش شغال كويس. طب انا يا عم عمال بصرف في الميزان مش لاقي ايه مقابل، طب اعمل ايه؟ قلت له بص يا باشا معلش تعالى اعيشك العمر كله على طبق فول. مفيش صح. فين البروتينات؟ مفيش. تمام. لكن لو انت تاكل كويس واكلك غذاك مظبوط تمام هتلاقي الصحه وهتلاقي الانتاج. طب الراجل ده طبعا معلش برضه مش خبره في الحمام، فاحنا هنعرفه وبنعرفكم. عشان انا بقى ابدا اشتغل صح ويبقى عندي انتاج صح ابدا اعمل ايه؟ خش معايا بس. اول حاجه ملح فوسفات الصوديوم. ملح فوسفات الصوديوم. تمام؟ ملح فوسفات الصوديوم ده في ناس بتستخدمه على الميه وفي ناس بتستخدمه على الكلفه. انا واحد من الناس بحب استخدمه على الكلفه. تمام؟ بعمل ازاي؟ اهو بجيب كل قد ما كده اهو تمام وابدا اوسع لها كده شويه. هي مقدار يعني انا دول مثلا انا بجدلهم اهو عشان معايا بس معلقه كبيره تجديلهم اهو مثلا اهو ابدا اعمل كده اهو الملح تمام حبه بسيطه ثاني شويه صغيرين كده اهو ماشي وابدا اقلب الكلفه بتاعتي. طب بس كده على المعمل؟ لا طبعا كل حاجه ليها حاجتها بس ثنائي فوسفات الصوديوم ده وظيفته يخلي الانتاج يشتغل معاك في البيض. تمام. هنقول البيض بتاعك يبدا يشتغل معاك مظبوط تمام وعنصر مطلوب واساسي. طيب وبرده بيظبط الانتاج على طول، خلي بالك بيظبط الانتاج على طول. والكلفه بتاعتي انا ظابطها تمام. الكلفه بتاعتي فيها قرطم تمام، فيها جمح، فيها شامي ماشي، ذره عويجه ماشي، فيها فول انجليزي صغير يقدر الفرد ياكله، فيها قرطم، فيها بذور ثانيه تمام، بذر جرجير وبذر ايه فجل وكتان. الكلفه دي مظبوطه. طيب خلصت من هنا يا عم علشان ما اجي ابدا اكلف تمام. انا كده جبت ايه ده خلاص كده مش هيجي على ده خليه كل ما اجيب الكلفه. انا عن نفسي واحد من الناس بحب اشتغل بيها على الكلفه ما بشتغلش بيها على الميه بصراحه. تمام بشتغل بيها كلفه. خلصت الكلفه اجيب كلفه جديده ثاني برضه على حسب الكميه اللي هجيبها. جايب 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو زي ما انت بتجيب على حسب الكميه انت قدر الكميه. الكيلو تمام بياخد له مثلا تمام معلقه ونص بتاعت الشاي، معلقه الشاي. لو كميه زي كده قدر يا باشا معلقتين كبار اكل من فوسفات الصوديوم، ثنائي فوسفات الصوديوم. طيب خش بعد كده على باور. انا مش بعمل دعايه لحد ولا شركات ولا اي حاجه، بس المنتجات دي بصراحه جايبه معايا شغل زي العسل، جايبه معايا انتاج زي العسل. تمام. بص يا باشا باور ده احنا برضه اتكلمنا عليه قبل كده وقلنا عليه جميع الفيتامينات فيه كل اللي انت هتختار على طبعا. جميع الفيتامينات يا رب يكون كل حاجه باينه واتكلمت عليها قبل كده وعندك برضه في الفيديوهات. طيب انا هعمل ايه بقى؟ انا عملت ثنائي فوسفات الصوديوم. هنزل بالباور ده لمده 3 ايام على الميه تمام. طيب انا دلوقتي عندي عدد كبير ماشي. يبقى اجيب جرده مثلا كيلو ميه واملى من ده معلقه اكل كبيره كده، معلقه اكل كبيره. املى جرده مثلا 15 لتر 20 لتر اديله معلقه اكل كبيره. كام يوم يا عم عماد؟ ده 3 ايام 6 ايام في الاسبوع يعني حسب بس عايز اول اسبوع من الشهر تبدا بيه واخر الشهر اخر اسبوع في الشهر تبدا بيه 3 ايام برضه زي العسل. طيب خلصنا من ده ماشي. يخلص باور انزل بخل التفاح. السحر بتاعي ده خل التفاح. انزل بخل التفاح. خل التفاح تمام 4 ايام ماشي، 8 ايام في الشهر برضه قسمهم براحتك، عايز اول الشهر واخر الشهر، عايز نص الشهر واخر الشهر حسب ما انت بشوف ماشي. دي حاجه. الف ذات 3 اهي فيتامينات انا برضه عايزها انزل بيه برضه تمام 6 ايام في الشهر. اول 3 ايام واخر 3 ايام، ده لازم يبقى اول 3 ايام واخر 3 ايام. حلو. املاح معدنيه. انا بقول كده كله لان الفيلم زي عشان تبقى عندك انتاج يبقى لازم عندك العناصر دي كلها. عندك العناصر الحمامه طالبه العناصر دي عشان خاطر تقدر تديك انتاج طبعا الزبون ويطلع معاك الزبون بصحه كويسه، ما يطلعلكش زبون مجرد كده صغير تمام وانت مش متاكد يا باشا كويس. كلفتك مش مظبوطه، فيتامينات مفيش، املاح معدنيه مفيش، فيه سيلينيوم مفيش، خل التفاح مفيش، فوسفات الصوديوم مفيش، انت مفيش من كل ده. طب الحمام عايز منه انتاج ازاي؟ عشان يبقى عندك انتاج صح لازم يبقى عندك
كل المحتوى ده، كل حاجه، لا مؤاخذه انا اسف. تمام؟ طيب انا هعمل ايه النهارده؟ انا هقول لك ايه. يبقى انت عرفنا كل حاجه هتنزل فيها 3 ايام في الشهر. تمام؟ وفي حاجات برضو يومين، يعني ده يومين في الشهر. لان المعدنيه 3 ايام. ماشي؟ طيب انا دلوقتي ظبطت كل دي، انا هنزل دلوقتي. تمام؟ عشان يبقى عندي انتاج صح، احط في نفس الصغر اكل حمامي. تمام؟ طبعا انا بص كده عايز الايه؟ المكارف والمزاجي بتاعتهم كلها مطلعها بره عشان خاطر مفيش حاجه تيجي عليهم. هنغسل المكارف والمزاجي، هنحط بعد كده تنزيل اكل الحمام. هنزل المره دي بايه؟ هنزل بباور، لان الحمام هنا ما شافش حاجه اسمها بروتين خالص ولا فيتامينات. الحمام عايش على الذره الصفراء يبقى الذره العلويه بس. تمام؟ مفيش اي بروتينات داخل عليه كمان حتى بالحبوب، هي حبايه واحده بس كانت مكرونه العمر كله من ساعه ما الراجل ده ربنا. طبعا احنا نازل بباور، هنزل بباور زي ما قلت لك 6 ايام، اول 3 ايام ولا 3 ايام. تمام؟ عشان تفرق صح يبقى عندك حمام صح لازم تجيب الحاجات دياتي، لازم يبقى عندك كل ده. تمام؟ عشان تقدر يبقى عندك حمام وعندك انتاج. ما عملتش كده ما تسالنيش في الانتاج. لو عايز فيديو لايك وتسيبوا له، اشوفك على قناه اليوتيوب.